بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة أولى إعدادي وفي درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. درسنا النهاردة أول درس في الوحدة الأخيرة اللي هي الوحدة الرابعة، بيتكلم عن التوسع الاستعماري الأوروبي في أفريقيا. الدول الأوروبية اتجهت نحو أفريقيا واستعمار أفريقيا، فمرت مراحل استعمار أفريقيا بمرحلتين. طب يعني ايه يا مستر كلمة استعمار؟ استعمار يعني سيطرة دولة على دولة أخرى سياسيا واقتصاديا وثقافيا، ليه؟ لنهب ثرواتها الطبيعية. يبقى ده تعريف استعمار. طب مراحل استعمار الأوروبي في أفريقيا عبارة عن مرحلتين. المرحلة الأولى وهنعرفها دلوقتي، والمرحلة الثانية. المرحلة الأولى في الاستعمار كان مرتبط بالكشوف الجغرافية اللي كانت عملتها أوروبا في أفريقيا في بداية القرن ال15. يبقى ارتبطت بالكشوف الجغرافية الأوروبية في بداية القرن الكام؟ القرن ال15. أما المرحلة الثانية ارتبطت بالثورة الصناعية اللي قامت في بريطانيا في نص القرن ال18. يبقى في ثورة صناعية قامت في بريطانيا في منتصف القرن ال18. طب لو قلت لك ما نتائج الثورة الصناعية دي؟ أدت إلى إيه؟ أدت إلى تحول من الزراعة إلى الصناعة، مش بس كده، والاعتماد على الآلات الحديثة، واكتشفوا قوة البخار. طب إيه نتائج إن هم تحولوا من الزراعة للصناعة واعتمدوا على الآلات الحديثة؟ كل ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى حاجتين: زيادة الإنتاج، ومش بس كده، ده تضخم الثروات ورؤوس الأموال. يبقى زاد الإنتاج وزادت إيه؟ وزادت رؤوس الأموال. يبقى دي مرحلتين من مراحل استعمار أوروبا لأفريقيا. بعد كده هناخد أسباب الاستعمار الأوروبي لأفريقيا. ليه أوروبا استعمرت أفريقيا؟ هي أسباب كتيرة، يلا مع بعض نتكلم عن سبب. أول سبب البحث عن المواد الخام. كانوا بياخدوا المواد الخام من أفريقيا، زي إيه؟ زي معادن، زي قطن، زي المطاط، عشان يشغلوا بها المصانع اللي في أوروبا. يبقى البحث عن المواد الخام. 2، فتح أسواق جديدة. عاملين أوروبا كأنها سوق عشان يصرفوا فيها الإنتاج الصناعي بتاع أوروبا في أفريقيا. 3، استثمار رؤوس الأموال عشان يبحثوا عن فرص استثمارية جديدة. يعني يستثمروا رؤوس أموالهم فين؟ في أفريقيا، ويحققوا أرباح في قارة أفريقيا. 4، وأهم حاجة، حل مشكلة الزيادة السكانية اللي في أوروبا. عندهم زيادة سكانية في أوروبا، فيودوها فين؟ فيهجروها إلى أفريقيا. يعني هاجر بعض الإنجليز لجنوب أفريقيا، وبرضه هاجر بعض الفرنسيين لشمال وغرب ووسط أفريقيا. من ضمن الأسباب برضه إقامة قواعد عسكرية فين؟ في المواقع الجغرافية المهمة. يعني يعملوا قواعد عسكرية في أهم مواقع في أفريقيا. طب يعملوا المواقع أو القواعد العسكرية دي ليه؟ لسببين: حماية الدول الأوروبية وحماية مصالحها. 2، تأمين طرق تجارتها. يبقى لحماية مصالح الدول الأوروبية وتأمين طرق تجارتها، عشان كده عملوا قواعد عسكرية. دي أسباب الاستعمار. بعد كده أساليب الدول الأوروبية في إيه؟ لاستعمار أفريقيا. إيه الأساليب اللي اتبعتها أوروبا عشان تستعمر أفريقيا؟ في عندنا كذا أسلوب. أول أسلوب الخداع السياسي. الدول دي عملت على استمالة زعماء القبائل الأفريقية عن طريق إن هي عملت معاهم معاهدات واتفاقيات علشان تحمي أراضيهم، وفي نفس الوقت ادعت إن هي اللي بتملك الأراضي دي. يبقى حيث قامت بعض الدول الأوروبية بتوقيع معاهدات مع زعماء بعض القبائل بزعم حماية أراضيهم، بعد كده ادعت إن هي بتملك الأراضي دي وسيطرت عليها. 2، استغلال الشعارات الإنسانية. يعني إيه؟ احتلت مثلا بريطانيا زنجبار بدعوى مكافحة تجارة الرقيق. يبقى استغلال الشعارات الإنسانية، زي بريطانيا ما احتلت زنجبار. بعد كده ترسيخ فكرة التفوق الأوروبي. يعني عايزين يقنعوا الشعوب الأفريقية بأهمية الاستعمار علشان ينقلوا الحضارة الأوروبية لإيه؟
لأفريقيا، يقولوا عندنا تفوق أوروبي في الحضارة فاحنا ننقلوه عندكم عشان كده نستعمروكم. بعد كده النشاط التجاري عن طريق ايه؟ الشركات التجارية اللي موجودة في أفريقيا يسهلوا السيطرة الاقتصادية بهدف استعمارها، يبقى عن طريق استخدام الشركات التجارية للسيطرة الاقتصادية على ايه؟ على دول أفريقيا عن طريق النشاط التجاري. 5. سياسة الاقتراض. 5. سياسة الاقتراض، ان هم يدوا قروض بفوائد عالية للدول الأفريقية علشان تتراكم عليهم الديون ويفرضوا عليهم رقابة مالية، بعد كده يتدخلوا عسكري علشان يضمنوا تسديد الديون. يبقى دي سياسة الايه؟ الاقتراض. يبقى عن طريق منح الدول الأفريقية قروض بفوائد عالية تتراكم الديون عليها، يفرضوا رقابة مالية على الدول دي، بعد كده يتدخلوا تدخل ايه؟ عسكري لضمان تسديد الديون. دي كلها أساليب الدول الأوروبية لاستعمار أفريقيا. بعد كده 6. الامتيازات الأجنبية. يعني ايه امتيازات أجنبية؟ ان هم يمنحوا الجاليات الأوروبية اللي موجودة في أفريقيا امتيازات فتتدخل في شؤون الدول الأفريقية فتسيطر عليها. يبقى منح الجاليات الأوروبية امتيازات تمكنها من التدخل في شؤون الدول الأفريقية. 7. الغزو الثقافي، ان هم يستخدموا الثقافة كوسيلة ان هم يسيطروا على ايه؟ يسيطروا على أفريقيا، ان هم يعملوا مدارس، والمدارس دي يخلي اللغة الرسمية لها اللغة بتاعت المستعمر زي ما عملت فرنسا في الجزائر. يبقى استخدام الثقافة كوسيلة للسيطرة وإنشاء المدارس ونشر لغة المستعمر وجعلها اللغة الرسمية زي ما عملت فرنسا في الجزائر. آخر حاجة من أساليب الدول الأوروبية الاحتلال العسكري، زي ما أرسلت إنجلترا قوة عسكرية واحتلت مصر سنة 1882. يبقى ده الاحتلال العسكري. دي أساليب الدول الأوروبية لاستعمار أفريقيا، حوالي 8 أساليب. بعد كده بعد ما احتلت الدول الأوروبية أفريقيا، سياسة الدول الاستعمارية دي في أفريقيا كانت عاملة إزاي؟ السياسة كلها ان هي عايزة تقول لهم ان احنا عايزين ننشر الحضارة والتقدم، نرفع مستوى المعيشة، بس ده كله ما بيتمش. سياستهم ان هم عندهم حاجة اسمها الحد من الحريات، اهدافها الحد من الحريات، منع الشعوب الافريقية ان هم يمارسوا الحقوق السياسية زي حق المشاركة فين؟ في الحكم. يبقى عندهم حاجة اسمها الحد من الحريات. 2. ان هم يعملوا قمع للحركات الوطنية اللي بتعارض المستعمر او بتعارض الاحتلال، زي ما حصل مثلا في مصر اما اعتقلوا زعماء الحركة الوطنية ونفوهم خارج البلاد زي سعد زغلول. يبقى قمع الحركات الوطنية تعارض المستعمر، يبقى الحد من الحريات قمع الحركات الوطنية زي سعد زغلول عندنا في مصر، والزعيم الغاني كوامي نكروما. كوامي نكروما. يبقى دول الزعماء اللي تعرضوا لايه؟ للنفي. بعد كده السياسة الثالثة اللي بيعملها الاستعمار اتباع سياسة اسمها فرق تسد. ان هو يعمل ايه؟ ان يعمل فرقة بين ابناء الشعوب الافريقية او بين ابناء الدولة الواحدة. يبقى اتبعت الدول الاستعمارية سياسة فرق ايه؟ تسد، ان هي بتعمل خلافات بين السكان عشان تضعف الروح المعنوية. بعد كده التمييز العنصري. يعني ايه التمييز العنصري؟ ان السكان الافارقة كانوا بيتحرموا من الحقوق اللي كان بيتمتع بها الاوروبيين، جعل السكان الافارقة يشعرون بانهم ايه؟ غرباء في الوطن بتاعهم. يبقى حيث كان السكان الافارقة محرومين من الحقوق التي يتمتع بها الاوروبيين المستعمرون. تمييز العنصري. 5 حاجة محاولة تدمير الهوية الوطنية من خلال إجبار الشعوب الأفريقية دي على التبعية لهم في جميع المجالات، يتبعون في كل حاجة. ده كله بيدمر الهوية الوطنية للشعوب. يبقى دي كلها سياسة الدول الاستعمارية في أفريقيا، حوالي 5 سياسات. بعد كده وآخر حاجة في درسنا النهاردة، ايه تأثير الاستعمار على أفريقيا؟
طبعا الشعوب الأفريقية لسه ما زالت تعاني من آثار الاستعمار الأوروبي رغم أن الدول الأفريقية كلها استقلت من الاستعمار. ايه الآثار؟ واحد، نهب الآثار التاريخية والتحف والمخطوطات، طبعا كلها اتسرقت وقت الاحتلال. اتنين، تمركز لسه موجود دلوقتي القواعد العسكرية الأجنبية في مواقع استراتيجية بحرية وبرية لسه موجودة. تلاتة، معاناة الشعوب الأفريقية من الفقر والديون، دي كلها آثار للاستعمار. طب الفقر والديون ليه؟ بسبب استنزاف الثروات الطبيعية بالقارة، لأن الاحتلال استنزف الثروات الطبيعية في القارة، عشان كده معاناة معظم الشعوب الأفريقية من الفقر والديون. في برضو نزاعات وصراعات بين الدول الأفريقية، لأن الاحتلال قسم دول القارة وعمل حدود صناعية ما بينهم، ده أضعف دول القارة سياسيا واقتصاديا. يبقى النزاعات والصراعات بين الدول الأفريقية بسبب تقسيم القارة وترسيم حدودها، ده كله أضعف سياسيا واقتصاديا دول أفريقيا. آخر حاجة، تحويل معظم دول القارة إلى سوق استهلاكية للمنتجات اللي بتجيلها من الدول الاستعمارية من بره أو من الدول الأوروبية، اعتبروا أفريقيا سوق بس. نراجع مع بعض درسنا. مراحل استعمار أفريقيا. قلنا استعمار يعني سيطرة دولة على دولة أخرى سياسيا واقتصاديا وثقافيا لنهب ثرواتها الطبيعية. قلنا المرحلة الأولى ارتبطت بالكشوف الجغرافية الأوروبية لما أوروبا كانت بتكتشف في أفريقيا في بداية القرن ال15. المرحلة الثانية ارتبطت بالثورة الصناعية اللي قامت في نص القرن ال18. حتى الثورة الصناعية دي أدت إلى التحول من الزراعة إلى الصناعة. 2، الاعتماد على الآلات الحديثة. كل دي أدى إلى إيه؟ أدى إلى زيادة الإنتاج، مش بس كده، وتضخم الثروات ورؤوس الأموال نتيجة الاعتماد على الآلات والزراعة ما تحولت إلى صناعة. أسباب الاستعمار الأوروبي لأفريقيا. أول حاجة عشان يبحثوا عن المواد الخام زي المعادن والقطن والمطاط، يودوها بلادهم يصنعوها في المصانع بتاعتهم ويجي يبيعوها لأفريقيا. 2، فتح أسواق جديدة عشان يصرفوا منتجات الأوروبية في أفريقيا. استثمار رؤوس الأموال بتاعتهم في أفريقيا بحثا عن استثمار جديد في القارة. حل مشكلة الزيادة السكانية اللي عندهم ان هم يهجروا بعض سكان أوروبا إلى أفريقيا. إقامة قواعد عسكرية في المواقع الجغرافية المهمة بأفريقيا لحماية طبعا مصالح الدول الأوروبية وتأمين طرق التجارة بتاعتهم. أساليب الدول الأوروبية لاستعمار أفريقيا. أول حاجة عن طريق الخداع السياسي، إنهم يعملوا معاهدات تعاقدات مع زعماء بعض القبائل بزعم انهم يحموا اراضيهم، بعد كده يستولوا على الاراضي دي ويقولوا بتاعتهم، يبقى الخداع السياسي. 2، استغلال الشعارات الانسانية زي ما احتلت بريطانيا زنجبار بحجة انهم هيكافحوا تجارة الرقيق. 3، ترسيخ فكرة التفوق الأوروبي، أن أوروبا متفوقة حضاريا فلازم الاستعمار عشان ينقلوا الحضارة الأوروبية إلى أفريقيا. 4، النشاط التجاري عن طريق ان هم بيسيطروا على الشركات التجارية للسيطرة الاقتصادية على دول افريقيا. 5، سياسة الاقتراض، ان هم يدوا للدول الافريقية قروض بفوائد كتيرة فتتراكم الديون على الدول الافريقية، يعملوا رقابة مالية يعني على الدول دي، بعد كده يتدخلوا عسكريا عشان يضمنوا سداد الديون بتاعتهم. 6، الامتيازات الأجنبية، إن هم يعملوا امتيازات للجاليات الأجنبية اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في دول أفريقيا، بعد كده يتدخلوا الجاليات دي في شؤون الدول الأفريقية لأن عندهم امتيازات. الغزو الثقافي، إن هم يستخدموا الثقافة في غزو الدول الأفريقية، إن هم ينشئوا مدارس، والمدارس دي يخلوا لغة المستعمر هي اللغة الرسمية في البلاد دي. رقم 8، الاحتلال العسكري زي ما حصل في مصر لما ارسلت بريطانيا قوة عسكرية واحتلت مصر سنة 1882.
بعد كده سياسة الدول الاستعمارية في أفريقيا لما احتلوا أفريقيا سياستهم إيه؟ طبعا كلها أهداف واحدة، الحد من الحريات، مفيش حريات، منع الشعوب الأفريقية ممارسة حقوقهم السياسية زي المشاركة في الحكم. 2 قمع الحركات الوطنية اللي بتعارض المستعمر زي ما كانوا بيعتقلوا أو بينفوا الزعماء الوطنيين زي الزعيم سعد الزغلول في مصر والغاني كوامبي نكروما. 3 اتباع سياسة فرق تسد، يعني خلال ان هم يبثوا الخلافات بين السكان الدولة الواحدة عشان يضعفوا الروح المعنوية. تمييز العنصري، ان هم يعملوا تمييز عنصري ويخلي السكان الأفارقة محرومين من الحقوق بتاعتهم بعكس الأوروبيين البيض المستعمرون، ده اسمه تمييز عنصري. 5 محاولة تدمير الهوية الوطنية، ان هم يجبروا الشعوب الأفريقية على انها تتبعهم في جميع المجالات او في جميع الأهداف. بعد كده تأثير الاستعمار الأوروبي على أفريقيا أثر فيها إزاي؟ ما زال آثار الاستعمار مع أن الدول استقلت من الاستعمار موجود. نهب الآثار التاريخية والتحف والمخطوطات، نهبوها سرقوها وخدوها بلادهم. تمركز القوات العسكرية الأجنبية في مواقع استراتيجية لأنهم عملوا قواعد لهم في بعض الدول الأفريقية. معاناة معظم الشعوب الأفريقية من الفقر والديون لأن الاستعمار استنزف الثروات الطبيعية للقارة. برضو في نزاعات وصراعات بين الدول الأفريقية لأن الاستعمار قسم القارة إلى دول صغيرة ما بينهم حدود مصطنعة. 5 تحويل معظم دول القارة إلى سوق استهلاكية يبيعوا فيها المنتجات الأوروبية. وبكده أبقى خلصت معاكم درس النهاردة. تابعوني في شرح بقية المنهج، مع تحياتي مستر جابر.